جدنا وجد جدنا. يعني مهم لك كأنها أرض الجزائر كان عمي وأبوي. يعني قبل خروج إسرائيل الناس كانوا كيفين، الناس كانت مرتاحة. الحين يوم تخشت عليهم إسرائيل صاروا لقبوا لهم جبال. هو نشر الثقافة والوعي حول تعميق التراث الفلسطيني، التراث العربي والفلسطيني والجزائري، هي رسالة مهمة جدا لترسيخ الثقافة في أذهان الشعوب من أجل الحفاظ على هذا الموروث. مرحبا دكتور سامي. مرحبا، أهلا. كيفك؟ تفضل. كيف كان مشوارك اليوم بصفد؟ كان كثير حلو، واخيرا تعرفت على المدينه اللي سيدي دائما بحكي عنها. شو كان يحكي لك سيدك عن هالمدينه هذه؟ كان يوصف لي الروح تاعها اكثر وكيف نمط الحياه كان ومن اجل ابراز التراث والموروث الجزائري والفلسطيني الذين هو مستهدفين في الأساس من قبل الصهيونية ومن قبل أطراف أخرى متربصة بالجزائر وفي فلسطين. لذلك نرى بأن لها أهمية قصوى وأهمية بالغة للحفاظ على هذا الموروث الوطني.